العمر الحلوين دا يراجعون امتحاناتهم الكيوت واكيد تعبانين ماخذين بريك ودا يقلبون بالتيك توك. طلع لكم هذا الوجه الجميل انباعوا. انا مهيمن، اصدقائي يسموني محفز. سامعين بالمثل اللي يقول غلطة الشاطر بألف؟ انا اقول غلطة الشاطر مو بألف، غلطة الشاطر كلية. شايف الدرجة الوحدة ايش قد تعبرك كلية وايش قد ترجعك كلية؟ هيك حسبوها. تخيل بينك وبين حلمك شهرين فقط، شهرين راح تخلص من تعب 12 سنة، شهرين بعد ماكو امك تقعدك بالستة الصبح قوم روح للدوام، لا اليوم تسمع زملائك يقولوا لك ها شباب ندخل للمحاضرة لا نروح للنادي. شهرين تفصل بينك وبين السدرية البيضة اللي جبت عمرك تحلم توصلها تلبسها، أو القبعة مال الهندسة. أنا أعرف إنه هاي الفترة من أكثر الفترات اللي تكون بها من ضغط نفسيا وعقليا، وتكون حاط براسك شعورين اللي هما أنا راح أنجح لو ما راح أنجح. شوف إذا كان تركيزك بهاي فترة المراجعة كلها على إنه أنا ما راح أنجح، ترى هذا التفكير راح ينعكس عليك سلبيا وراح يخليك تتندم، لأن ما راح يطبع ببالك وبعقلك الباطن إنه أنت حتنجح. أنت زرعت بعقلك عدم نجاح، وأنت فكر بالنجاح، فكر إنه هاي الأوقات الصعبة هي نهايتها راحة. فكر بالراحة اللي راح تنخلق تتكون نتيجة لتعبك جهدك وطاقتك اللي بذلتها. فكر أنت أو أنتي كل ما تعبت وتعبت وتعبت راح تزيد وتزيد راحتك مستقبلا. بهاي الفترة اللي عليك تستغل كل وقتك وتعوف كل شي بعدك عن حلمك وطموحك. انت ازرع بعقلك مجرد فترة من التعب وراح تعدي وتنتهي وتبدي حياة جديدة، واصلا هاي الايام راح تبقى مجرد ذكرى. خلي ببالك من تلزم كتابك تصير مثل الفارس اللي يدخل الحرب، لازم يرجع منتصر. رجاء ابتعد عن التفكير السلبي. لا اجيك من الكاميرا هسه. اتمنى لكم كل التوفيق يا رب، ولا تنسوا انه البلد محتاج ابطال مثلكم، واني واي احبكم. دزوا هذا الفيديو لاصدقائكم، كتبوا لهم مهم المحفز يحبكم. اقف لحظة احبكم. باي باي.